اخبارك انك الا عطيتي الدم ديالك كامل غادي تموت. ومن بعد هاد الفاتوره اللي ضربنا غنمشي دابا بان لي البارح وحدين كيعطيو الدم، ها هما فين دايرين في قنيطره سادين. من بعد ما جيت مع العشره لقيتو ساد، دابا هادي الوحده ها هو وغير بشويه هو معانا مسدود. كنعرف واحد الدري كنتي يعطي الدم باش يضرب ميرين ديالنا وراه يبين اللي كيعطيه هو حق الرب. وي مازال عاوتاني من بعد الفطور دابا هادي 9:30. انتم الصباح هاو تيكون مسدود المره الخامسه ولا السادسه هادي. النهار الثاني هادي 1:04 مازال ساده كما كتلاحظوا. النهار الثالث دابا هادي 10:30 وساد عاوتاني. ليس زوين انا الصراحه. اخيرا لقيتو حال كيحلوا من 5 حتى 10 ديال الليل، هذا هو التوقيت ديالهم. هادي 7:30. دونك هنا كنعملوا مجموعه من التحاليل للناس اللي غادي يتبرعوا بالدم، تحديد ديال الجروباج سونغان، الفصيله ديال الدم، فيروس ديال ليباتيت بي سي، فيروس ديال السيدا، الفي اش، لا سيفيليس، مرض الزهري. مرحبا بكم في هذا لاكارافان ميديكال. بالنسبه للناس اللي يقدروا يعطيو الدم، اي واحد اللي ما عندوش امراض مزمنه. خص يكون قصر من 18 وفايت 50 كيلو ياك، ما فايتش 60 عام. والقضيه ديال ان اللي عنده تطواج ما يقدرش يعطي الدم فهادي ما كايناش. خص تطواج يكون دار اكثر من 6 شهور وصافي. كندير الفحص الطبي للمتبرعين. تغديتي كليتي شي حاجه تبع على شي مرض، كتاخذ حتى شي دواء، الحجامه درتيها، شي عمليه جراحيه مؤخرا، درتي شي لقاح مؤخرا، انت متزوج، كان شي علاقه مؤخرا، حاجه ولا مشيتي شي دوله في جنوب افريقيا. مرحبا بك. الطونسيون مزيانه 12/7. لي ريزولتا لي دونور اللي ريكوبير في المركز ديال تحقن الدم سبيطار الغابه مستشفى الادريسي. دونك هذا هو لو ريسو لي ريزولتا بعد اون سيمين. وبالنسبه للناس اللي تبرعوا بالدم، الجسم كيحتاج بضع ساعات باش يجدد البلازما، بضع ايام باش يجدد الصفائح الدمويه، وتقريبا شهرين باش يجدد الكريات الحمراء. دونك يقدر الانسان يتبرع بعد شهرين، ولكن حسب التوصيات ديال منظمه الصحه العالميه ممكن الانسان يتبرع كل 3 شهور. شنو يقدر يستافد الانسان؟ المتبرع كيحفز الجسم ديالو على انه يجدد الخلايا ديال الدم. ثاني حاجه، هذاك الدم اللي تبرع به كنستخرجوا منه 3 ديال الاكياس ديال الدم، كيس ديال الكريات الحمراء، كيس ديال لي بلاكيت صفائح دمويه، وكيس ديال لي بلازما. دونك الانسان كيتبرع كيسوفي كينقذ الحياه ديال 3 ديال الناس، بالاضافه الى الاجر مع الله سبحانه وتعالى، وبالاضافه ايضا الى التاهيل اللي كيستافد منهم، سورتو الفصيله ديال الدم المهمه، البحث على فيروسات اللي هما فيروسات فتاكه. مهم ان الواحد يعمل هذه التحاليل واخا غير مره في عامين ولا 3 سنين. تقريبا فرق 1500 درهم القيمه ديال التحاليل هادو اللي غيداروا هنا. واحد اخر من المنافع ديال انك تعطي الدم هو ان الجسم ديالك كيقاد النسبه ديال الحديد. فشي مرات تيكون عندنا فائض في الحديد، والجسم ديالك ملي كتعطي الدم فكتقدر انك تخلص من هذاك الفائض اللي عندك باش ما تصديش من الداخل تولي مصدي. الكميه اللي كياخذوه هي 450. غير شكرا اللهم بارك. بقى جامع يديو لنا هادو ديال التحاليل اللي غادي يداروا. هذا فيه ميزان ديجا ملي كتعطي على 450 كتوصل 450 كتعطيك واحد البيب. 450 راه كي والو عادي. ديك 450 مليلتر ديال الدم الجسم ديالك تيحتاج ما بين 500 حتى 700 كالوري باش يرجع. ملي غنساليو نورمالمون خصك ترجع واحد 10 دقائق بحال هكاك. لما الفين ما كيعاودش يعطينا الغوتو طونسمون صاماش كتاخد كولاسيون ديالك باش ما يهبطش الطونسيون بزاف وصافي. ساعات المدينه واه صافي. المهم صراحه هو انك تحس بالشحفه شويه، ضربوا العصير والماء. هذا تشوفوه من بعد. دو التيشيرت خفيف ظريف. وفي اخباركم بان المغرب تعاني من خصاص في الدم. دابا ملي كنقول لكم المغرب فراه ماشي الحكومه اللي كتستافد من الدم، فراه حنا الشعب هو اللي كنستافدوا من الدم هذا. في حالات اذا ما لا قدر الله طرا لك شي اكسيدون ولا احتاجيتي الدم ولا شي حاجه، المستشفيات يلقاو باش يقدروا يساعدوك بلا ما تبقى تسنى ان الناس عادي يجيو يتبرعوا اللي عندهم نفس الدم ديالك. داكشي علاش من الواجب ديالنا الصراحه اننا نمشيو ونعطيو الدم ما حدنا صحاح. وداكشي فراه غنحتاجوه فراه تقدر تجيب الصمت انت براسك وتحتاجو، والدم ديالك هو اللي غيعاود يدار لك اصلا. ايوا اللي كيفاش ولات
الفاتورة. اما مور ما تعطي الدم فتيخصك ما تمشيش تريني، حبذا لو تدوز واحد اليومين والنهار الثالث اي بعد 48 ساعه دير واحد الحصه تكون خفيفه. النهار الثاني معليش لا درتي كارديو ماشي مشكل، ولكن النهار الثالث لا كنتي مثلا غتريني شي حاجه انتونسيتي موين بحال دابا الناس اللي كيترينيو ميسكولاسيون ولا شي لعيبه، فديروا غير واحد ابر بادي خفيف ولا غير شويه ديال الصدر ولا المهم ديروا غير داكشي شويه، وفي النهار الرابع ديك الساعه تقدروا تبداو ثاني تطلعوا الانتونسيتي شويه بشويه، وحتى المور سيمانه عاد فهمتي يعطي الجهد. واحسن حاجه تاكلها مور ما تعطي الدم هي شي حاجه اللي غنيه بالحديد، واحسن نوع ديال الحديد اللي هو الهيم ايرون، هو اللي تيكون في المصادر الحيوانيه واللي الجسم ديالك تيمتصو بزاف. وحبذا لو تاخذ مع شي مصادر ديال الفيتامين سي حيت تيحسن الامتصاص ديال الحديد، وتبعد من الحوايج اللي فيهم الكالسيوم بحال الحليب الياغورت وداكشي حيت الكالسيوم تعاق الامتصاص ديال الحديد. من الاحسن انك تبعد على اتاي وتبعد حتى على الخبز الكامل، علاش؟ حيت تيحتويو على واحد مضادات الاغذيه اللي في المصران ديالك كتلصق مع الحديد وما كتخليش الجسم ديالك يمتص داك الحديد. اما الفيتامين سي فيكفي انك تضرب غير واحد فليفله صغيره حاره كافيه تعطيك فيتامين سي اللي كافيك ماشي غير في النهار الهبال. هادو مصادر ديال الفيتامين سي حسن من الليمون والحامض.